السلام عليكم، أهلًا يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. النهارده يا بنات فيديو جديد، فيديو روتين يوم كده إن شاء الله يعجبكم ويكون كمان خفيف على قلبكم. بصوا بقى يا بنات، قبل ما أبدأ الفيديو لو أنتِ أول مرة تشوفوني يا ريت تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلِك كل حاجة أنا بانزلها، واتأكدوا إن أنتم فاعلين زر الجرس لأول أو الكل عشان يوصلكوا كل حاجة أنا بانزلها، واعملي لايك حلو زيك وكومنت، وتعالوا بقى نشوف هنعمل إيه النهارده. طيب يا حلوين، بدأت كده اليوم معاكم. اليوم ده بادئاه من نُص اليوم مش من بدري أوي. أول حاجة كده كان عندي غسيل شِلته من الغسالة، وبعدين ابتديت أحُط بقى الأحذية والشنطة بتاعة المدرسة بتاعة ديما عشان الدراسة بقى خلاص، كل سنة وأنتم طيبين، الترم التاني خلاص يعني بيبدأ، فقُلت أجهّز لها كل الحاجات اللي محتاجاها إن هي تتنضّف، حاجة عايزة تتضبّط عشان ما تزنقش لآخر وقت. بعد كده خلاص دخلت بقى كده على المطبخ، كنت جايبة هنا الجبن والحاجات بتاعة الأسبوع، فهنا بقى الجبنة دي جميلة أوي يا بنات، بتبقى كيري على جبنة رومي، ممكن أنتِ تعمليها في البيت، وممكن أنتِ تجيبيها كده جاهزة، بتتباع برضه في المحلات هُم بيعملوها. وكمان جبت هنا جبنة رومي أنا باحب أجيبها الوسط عشان ما تبقاش ولا عادمة أوي، وفي نفس الوقت ما تبقاش حادة أوي على الأطفال، فبالنسبة لي الوسط بتكون أحسن حاجة. ده برضه جبنة رومي، أهم حاجة إن أنا الحاجات دي ما باحبش أخلّيها في الأطباق الفِل بتاعتها، لإنها بتعرق، وكمان الاسترتش ده مرّة على مرّة لمّا تيجي تاخدي حاجة من الجبن أو الحاجات اللي أنتِ حاطاها في التلاجة ما بيرجعش يتقفل زي الأول، فبالتالي كده هتلاقي الحاجة نشفت معاكِ، بالذات بقى لو في لانشون ولا في تركي ولا الحاجات دي، هتلاقيه يجلد كده معاكِ ويعرق وريحته هتتغير تمامًا. فأحسن حاجة العلب زي بتاعة IKEA اللي هي أول واحدة الطويلة دي، أو العلب اللي هي البايركس اللي هي بتكون إزاز. طبعًا الإزاز أأمن حاجة، بس لو مش متاح أو حاسة إن هو تكلفته غالية لإنه أكيد غِلي دلوقتي، يبقى العلب البلاستيك بتاعة IKEA دي حلوة جدًا، أو أي علب تلاجة عندِك متاحة مش هتقول لأ يعني، المهم تحطي الحاجة مقفولة عشان ما تكرفش ريحة من الحاجات اللي بتبقى في التلاجة، وفي نفس الوقت حافظي عليها شوية. هتقولي إحنا في شتا الحاجة بتفضل كويسة، والله عايزة أقول لكم الريحة برضه بتلقط في التلاجة، وكمان الحاجة بتعرق، ما أعرفش إزاي بقى مع البخار مع الهوا، لو سِبتِ الحاجة مفتوحة تلاقيها برضه بتتغير وريحتها بتتغير، فأأمن حاجة نبقى مغطيين الحاجات دي كلها، لا إما بستريتش كويس، لا إما بحاجة مقفولة. جبت كرتونة البيض دي 30 بيضة، كانت سعر البيضة تقريبًا عاملة 3.5 في الجملة بتاعة البيض، فقسمتهم كده على علبتين البيض لقيتهم كانت كمية كبيرة، وحطيتهم برضه في التلاجة. دي برضه ممكن تبقى أوفر معاكِ بقى لو الناس أنتم بتحبوا البيض، أو الدراسة بادئة هتعملي ساندوتشات للولاد، هتعملي كيك، حلويات، بالأفضل طبعًا إنِك تجيبي كده كرتونة وخلاص هتقعد معاكِ فترة. هنا برضه كنت طالبة من طلبات، أنا جِبت الحاجات دي كلّها من طلبات، السوسيس ده بتاع فريش فارم، كنت جايبة من عندهم السوسيس واللانشون وكرتونة البيض. السوسيس واللانشون اللحوم بتاعتهم جميلة، 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 ريحتها حلوة، ما تحسّيش إنِّك في ريحة كده أنتِ شاكة فيها، الحاجة ما بتعرقش، مش متقطّعة رقيّق، آآ ما تشُكّيش في مكوناتها، حاسة كده الحاجة بتاعتها فعلًا حلوة وبتستطعمي الحاجة اللي أنتِ بتاكليها. فجِبت الباكت ديّة اللي هي بتاع السوسيس، قُلت أعمل غدا كده يكون سريع. وكانت ديما بقى لها فترة عمّالة تزن عايزة تاكل مكرونة وسوسيس، مكرونة وسوسيس، وأنا السوسيس ما باجيبوش برضه كتير في البيت، يعني اللحوم المصنّعة ما بتبقاش برضه حلوة، يعني مش مفضّلة، بس طبعًا أنتم عارفين الأطفال بتحب الحاجات دي، فقُلت لها خلاص بقى إفراج النهارده هاعملها لِك. وأكلة كده سريعة طبعًا تقدري تعمليها مثلًا جلاش تحطّي فيه سوسيس، تعملي أي فطاير، بس أنا عشان ما ليش في المعجنات أوي، فباسِس المكرونة أكتر. فقطّعتها زي ما أنتم شايفين كده، وحطّيت فيها طماطماية وفلفلاية اللي كانوا متاح عندي حطّيته، وهاشوّحها بس كده واحط الملح والفلفل وخلاص، وطعمها حلو جدًا. لو عندِك جبنة موتزاريلا ممكن تحطّي، ممكن تحطّي كاتشب، أنا حطّيت كاتشب في الآخر خالص بعد ما خلّصت. ممكن تقطّعي برضه فلفل ألوان لو أنتِ عايزة تزوّدي الكمية شوية، بتكون يعني حلوة كده، ممكن تعمليها فطار، تعمليها غدا زي ما أنا عملت كده، عشا براحتك يعني، تعمليها في ساندوتشات. سلقت كده المكرونة البنة ديّة وحطيت عليها السوسيس، بس يا بنات ده كان الغدا النهارده بتاعنا، الحمد لله على كل حال. كان جميل جدًا وطعمه حلو، الصوص برضه اللي نازل من السوسيس كان طعمه حلو أوي مع المكرونة.
الحمد لله خلصت كده الغدا، وزي ما انتم شفتوا المطبخ عندي الحمد لله كان نضيف، وكمان الغدا ما عملش مواعين كتير يعني وما بهدليش الدنيا. فالحمد لله يعني قدرت ان انا الم المطبخ كده على طول بعد الغدا، ما خدش معايا وقت. قلت بقى ادخل ارتب اشوف ايه الحاجات اللي محتاجه ان انا اعملها في البيت واظبطها. زي ما انتم عارفين ان انا عشان كنت تعبانه وابتديت ان انا ارجع ان انا اظبط البيت بتاعي، وان انا قعدت فتره ما بعملش حاجه فيه. فالحاجه ما لو خدتيها ما بترجعش زي الاول، او ما بتعرفيش في فترة تعبِك إنِّك تكوني دقيقة أوي، أو إنِّك تركّزي الحاجة عملتيها مضبوط والّا لأ، نضّفتِ دي والّا لأ. فكان أهم حاجة إن أنا أبقى كويسة وأحس إن أنا بقيت أحسن عشان أعرف أتحرّك وأعرف أعمل الحاجات اللي ورايا واللي أنا محتاجة أعملها. فعشان كده قُلت لكم المرّة اللي فاتت إن أنا لمّا عملت معاكم الفيديو بتاع الreception وكنت عاملة معاكم الفطار، لأ ما كانش reception، كان الliving، وعملت معاكم الفطار أنا كنت عاملاه قبل ما أتعب. فابتديت بقى لمّا قعدت أسبوع كده ما باعملش حاجة في البيت خالص، خالص، كل حاجة اتكومت عليَّ. حتى هنا هتلاقوني الجزء ده اللي دايمًا باقعد فيه، فكل حاجة كانت محطوطة جنبي. جبت بقى الباسكت ابتديت ألِم كل الحاجات اللي كانت محطوطة على الكومود وفي الأرض، وابتديت إن أنا أرتّب كده التسريحة. كان في حاجات طالعة برّه ومتبهدلة، فقُلت بس أرتّب بس الحاجة وأنظّمها عشان أحس إن أنا كده مرتاحة، وأحس إن أنا مش حاسة بعشوائية، أو إن الدنيا متكركبة كده حواليّا. فابتديت إن أنا أرتّب بس الأوضة، أروّقها الأول، وبعد كده بقى أبدأ التنضيف، أو مرحلة التنضيف والترتيب بتاعتنا اللي إحنا متعودين عليها أو اللي إحنا عارفينها. وحاولت بقى ألِم كده لو في هدوم، في أي حاجة عايزة تتحط في الغسالة. طبعًا في الوقت ده كان خلاص الغسالة خلصت وخلّصت الحاجة بتاعة ديما. لمّا آجي بقى باغسل الحاجة اللي بتكون مش نضيفة أوي، وبالذات بقى الحاجات اللي فيها كوتشيات أو اللي فيها شُنط وفيها بُقع وحاجات كده، باعملها في الغسالة ببرنامج النقع. ده بيدّي نقع حوالي ساعة، ساعة ونُص، بتفضل الحاجة منقوعة بالمنظف اللي أنتِ حاطاه. أنا كنت حاطة أوكسي وحاطة فانيش بتاع الألوان، وسِبتهم ساعة منقوعين، وبعد كده بدأت دورة تنضيف عميق، أو تنضيف اللي هو الهدوم، الحاجات المتسخة بقى. ده برضه بياخد له بتاع ساعة، بيبقى وقت طويل على الغسالة شوية، بس الحاجة بتطلع معايا نضيفة، نضيفة. أنتم حتى هتشوفوا بعد كده الحاجة طالعة عاملة معايا إزاي. دي باعملها دايمًا لمّا بيكون هدوم لديمة، هدوم فيها بُقع، حاجة مدلوقة على مفارش، أو مدلوقة على آآ أي حاجة كده من الحاجات اللي باحطها، فبادّيها البرنامج دوّة. هنا بقى يا بنات بدأت كده في الأوضة ندّيها ترويقة وتلميع كده سريع بالرياشة. والله يا بنات ما كانش برضه عندي جهد أوي إن أنا أعمل تنضيف عميقة أو كده، لأ ده تنضيف يعتبر الأسبوعي بتاعنا، اللي بنغيّر فيه الملايات وبنروّق، بنكنس الأرض، بندّي تلميعة كده للحاجات اللي بتبقى ظاهرة. ما عليكم من ديما. ديما جننتني في اليوم ده، أقسم بالله مش متخيلين عملت فيّا إيه. مستلماني، يعني ما أعرفش فترة كده جاية لها اللي هو إيه، أنا هاعمل معاكِ وأساعدِك، تدخل معايا تبهدل لي حاجة، تشيل حاجة، بعد كده تقولي ماما أنا مش قادرة، أنا تعبت، خلاص مش قادرة كفاية. لا، عايزة أقول لها أنا ما طلبتش منِّك حاجة أصلًا، يعني كفاية إيه، أنتِ هتذليني وفي الآخر تروح تبقى بابا أنا ساعدت ماما وعملت مع ماما. فضايح، أنتم عارفين بقى البنات يعني. المهم تعمل حاجة بسيطة تقول لي أنا مش قادرة، وهي اللي بتعزم نفسها وتقول لي أنا هاجي أساعدِك، أنا هاجي أشيل معاكِ، وعلى كده. هو ده اللي أنا باخده منِّك يا ديما. المهم أنا يا بنات خلّصت التلميع بتاع السرير، ولمّعت كده بالفوطة اللي هي بتاعة green way، من غير منظفات ولا أي حاجة. بقى لي كتير جدًا ما نزلتش أصلًا جبت حاجة، ولا جبت منظفات، ولا اشتريت حتى البيت. يعني حتى كنت عاملة حسابي أول الشهر، أول الشهر اللي إحنا فيه بتاع 2، كنت عاملة حسابي إن أنا أنزل أجيب الحاجة بتاعة الشهر، وأجيب الحاجات خزين البيت. بُصّوا طبعًا الموضوع حصل رجلي ده يوم 30، ولا نزلت ولا رُحت ولا عملت أي حاجة. وأمّا باعوز حاجة يا إمّا باطلبها من طلبات اللي هو مارت، أو جوزي يجيبها لي وهو جاي وبس، أو أطلب من السوبر ماركت تحت البيت. خلصت هنا يا بنات تلميع بقى الدولاب، ورُحت عند الأرفف دي قُلت ألمّعها واضبّطها، وشِلت الشنط دي بتاعة ديما كنت جايبة لها حاجات جديدة من روز كيدز. إن شاء الله هاوريها لكم الفيديو الجاي عشان أنا نسيت أصورها، كنت مشغولة بالتنضيف والترتيب، وشِلت الشنط طلعتها برّه، وقفلت يومي على كده وما وريتهولكمش. الفيديو الجاي إن شاء الله هابقى أوريكم الحاجات اللي أنا جبتها. بصوا بقى، في عز ما انا شغاله جت قالت تساعدني، قعدت تلعب شويه وتنكش، وفي الاخر ببص ما لقيتهاش وعماله تندى عليا. ديما، ديما، انت فين؟ تعملي ايه في الدولاب؟ تعملي في الدولاب؟ انت موجوده ولا مش موجوده؟
مش موجودة؟ طب انا ماشية، باي باي. الحمد لله. الحمد لله. يعني بتضحكي عليا؟ وريني بتعملي جوه الدولاب. اطلعي 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 لي اطلعي. اطلعي لي من الدولاب، اطلعي لي، هو ده اللي انا واخداه منك. اطلعي هاتي الفرشة، هاتي قصدي الرياشة، هاتي هاتي. هتروقي؟ انت هتروقي متأكدة؟ ماشي، ربنا يعيننا والله العظيم كلنا على اللي بيحصل فينا ده. مش بقولكوا والله العظيم مجننين يعني. الحمد لله زي ما انتم شايفين كده قاعده في الدولاب وبتلعب ولا هي هنا يعني. مستغله ان انا مش مركزه وشغاله بعمل حاجات ورايحه جايه، بتستغل الموقف اللي زي كده. وشايفين ماسكه الرياشه يعني، بس إن هي بقى بتروق وشغاله معايا وهي قاعده بتلعب اصلا. مش عارفه والله العظيم، ربنا يهديهم ويحميهم ويحفظهم يا رب. ليهم مواقف كده بتبقى سكر يعني، رغم اللي هي بتعمله ده مثلا، او بكون مثلا انا مش مضغوطه او مشحونه بتاع، تلاقي كده سبحان الله تيجي الطفل كده يعمل حاجه تخليكي يعني ايه، تطلعي من مودك، يضحكك، يفك عنك شويه، عارفين كده يعني. ربنا بيهونها علينا والله. المهم هنا يا بنات لمعت خلاص التسريحة وظبطتها، والجلانس كده كان عندي بواقي آخر جلانس تقريبا من شهر 10 تقريبا، ده المتبقي عندي. قلت ألمع بس الإزاز لأن المرايات والإزازة تبقى فعلا محتاجة جلانس، ما ينفعش مناديل ومية بس. لو ما عندكيش جلانس وعايز حاجة برضو كده، ممكن شوية فري وشوية خل ومية. بس ما تكتريش الخل قوي عشان ما يقطعش ويتجير معاكي المرايه. شويه صغيرين من هنا وهنا، وبمناديل اهم حاجه، بلاش فوط عشان ما تجيرلكيش المرايات والازاز. شلت بقى السجاده اللي في الارض. السجاده عندي ما فيهوش تراب، حتى هتلاقوني بص مش هتلاقوا تراب خالص في الارض، هتلاقوا بقى لون بينكي 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 كده مرمي في الارض. استاذه دي من دلقالي الصلصال اللي هو الرمل ده، كانت قاعده عماله تلعب، حاطه ترابيزه ايكيا وقاعده بتلعب قدام عشان كنت دايما قاعده على السرير هنا. فهي بقى مستغليه بقى الاوضه، بتجيب لعبها وتجيب حاجات عشان تبقى قدامي وهي بتلعب. ففضت لي الرمل، ومش متخيله بقى الرمل ده لازق في الشاج ازاي، وما كانش بيطلع بالمكنسه. فانا قلت بقى اريح دماغي وافضيه كده في الارض. حتى عملت بحرص برضو قوي عشان ايه، لسه ملمعه ومظبطه الاوضه، مش عايزه تعفر تاني او ان هي تتبهدل. ف يعني هعمل ايه بقى، فقلت خلاص افضيه كده بس اتاكد ان هو وقع. وده احسن حاجه على فكره تنظيف الشاج، انك تنفضيه على ظهره، يعني تقلبي الشاج وتفضيه مش بالواقف بس. ده كده بيخلي كل الحاجات اللي لازقه في قعريه الشاج تقع في الارض. فانا فضيت كل الرمل اللي كان واقع من الصلصال ده بتاع الرمل في الارض، وبعد كده كنسته بالمكنسه برضه عشان ما اعفرش الدنيا بالمقشه. وانا عندي المكنسه بتكنس ارض وسجاد، فعملتها وعملت بالموب كده الارض ولمعتها، وعندي الباسكت بتاع الهدوم، وخلاص كده ظبطت الاوضه. استنيتها بس تنشف شويه عشان الارض طبعا عارفين في الشتاء ما بتنشفش بسرعه، فاستنيتها كده تنشف خالص واتاكدت ان مفيهاش ميه، ورجعت فرشت السجاد تاني. كنت فاقده الامل في السجاد ده يرجع تاني بسبب اللون اللي هي عاملاه لي، بس لا، مجرد ما نفضته خلاص الحمد لله رجع. وديتها بقى هي اللي لازقاهولي لزقه مش لطيفه يعني، فمش عارفه بعمل ايه ساعتها فيه بقى. بس قلت الحمد لله اني ملزقش في السجاد، لاني بصراحه مش حمل غسيل السجاد دلوقتي. هنا يا بنات بقى هفرش الملايه. بصوا بقى الملايه دي من ايام جوازي، ماشي بقى لها 6 سنين، فمحدش بقى يتريق لي على الايه اسمه ايه الكنار اللي محطوط قدام ده. كان موضه ساعتها بصراحه، بس انا يعني انا لو دلوقتي جه قدامي ان انا اشتري حاجه زي كده بصراحه مش هشتريها. بس احنا طبعا مش هنرمي الحاجه، يعني حاجه كانت جايه بفلوس فحرام انك ترميها. وطالما في اطفال في البيت، فالاطفال بتبهدل اصلا الدنيا وبتوسخ وبتعك كل حاجه يعني. فنستغل برضو زي ما عندنا حاجات حلوه كده وشيك وبنحبها ونحس ان هي لايقه كده وماتشنج قوي مع المكان بتاعنا، عادي ان يبقى في حاجات شاذه كده، بس عادي لازم نتقبلها بصدر رحب كده وخلاص. نيجي بقى اللي هي الكحلي كده، مش عارفه هي كحلي ولا بنفسجي غامق، بس هي كحلي يعني. بص بقى الملايه دي كنت جايباها من فتره كده، بس ما فرشتهاش، دي اول مره افرشها. فهي الملايه انا مش لاقيه لها حاجه اغطي بيها كملايه تبقى ماشيه مع اللون، فقلت بقى ايه اخترع اختراع كده، افرش الملايه الخضراء ديت اللي انا فرشتها في الاول. وبعد كده احط اللحاف بتاعي عادي اللي بستخدمه اللي انا لسه شايلاه، وافرش الملايه دي عليه، واحط كاس المخدات اكنه
كفر لحاف، بس هو متغطي بس باللحاف بيه شكلا بس مش اكتر. لكن كده كده احنا بنغطى من بطانيه باللحاف من زي ما قلت لكم كده قبل كده. بس حبيت بس الشكل كده افرشها استغلها بدل ما هي مركونه في الدولاب، تبقى شكلها حلو وخلاص. خلاص يا حلوين، خلصت الأوضة وخلصت الفيديو وقلت أعطر كده المكان وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وكان خفيف على قلبكم. مستنية دعمكم باللايك والشير، واشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.